شو يعني مسيرة عودة؟ عندنا رسالة بنحب نوجهها لكل العالم. حق إن نسير هاي المسيرة ونيجي على أرضنا، نيجي على بلدنا، نيجي على شهدائنا، على أمواتنا هون في اللجون. اللجون بقت بلد عامرة أكثر من البلد أم الفحم. اللي معاه علم يرفعه، خليها تبين الصورة إنه هذا العلم لا يمكن لأي طغاة أن ينزلوه. نحن نؤكد ونقول هنا باقون ما بقي الزعتر والزيتون. قولوا للمخابرات، قولوا للمخابرات ما بترهبنا الاعتقالات. بقرأ على والدي علي المحمد الخالد أبو مرحى. والدي استشهد في 39، قتلوه الإنجليز وأنا كنت ابن سنة، والحمد لله أنا بعتز وبفتخر إن أنا أجي أزور قبر والدي. ويعني التاريخ هذا موجود وبظل موجود لكل إنسان ولكل شعبنا انه يعرف انه في مين يضحي وضحى من اجل وطنه. في عندنا رسالة بنحب نوجهها لكل العالم. الفن هي أداة اللي فيها تعبير لكل العالم بيصل، أكثر أداة وصل بدهاش أي تفسير إلا إنه الإنسان يطلع على اللوحة رح يشرح، يعني تشرح نفسها، وهي رسالة عالمية الفن. فإحنا اليوم بلغة الفن حبينا نوصل لكل العالم من كل البلدات ومن كل الوسط العربي إنه إحنا هون باقون ما بقي الزعتر والزيتون. هنا من أرض اللجون الأخضر نحيي أبناء شعبنا الفلسطيني من هنا، من الداخل، من الأراضي المحتلة ومن مخيمات اللجوء، ونحيي أسرانا أسرى الحرية، ونتمنى الشفاء العاجل للأسير وليد دقة أبو ميلاد. وليد يرقد الآن بمستشفى برزيلاي بحالة صحية حرجة. وليد أكيد تعرض إلى محاولة اغتيال بطيء لأنه لم ينقل إلى المستشفى بالوقت، ولذلك وليد سيبقى في حالة الخطر الشديد للأسف الشديد لفترة ما. في علاك تبلغ السماء، تبلغ السماء موطني موطني. أقول للمحتل الغاصب الذي دمر أكثر من 530 قرية فلسطينية وهجر أهلها: اعلم أنك وإن استطعت تدمير الحجر والشجر ولن تستطيع تدمير ذاكرتنا وأملنا وحلمنا وعزيمتنا في تحقيق حقنا وشعارنا الذي نحميه. اللجون تحتضن اليوم هذه الآلاف من أبناء شعبنا التي جاءت لتجدد العهد والوعد أن العودة حق لا عودة له. نحن أصحاب الأرض، نحن أصحاب الوطن، نحن أصحاب هذه البلاد. لا يمكن للعابرين منها أن يغيروا وجه التاريخ. يعني في هذا اليوم إسرائيل تحتفل بما يسمى استقلالها، فهي تنشر عضلاتها بالطيارات وبالدبابات والقوة العسكرية. نحن
مقابل هذه الاعتاد العسكري نشهر إصرارنا على نشهر انتماءنا للأرض. وأنا أقول لك أن سلاحنا أقوى من سلاحهم. أقسم بالله العظيم أن أتمسك بتراب الوطن وأرض آبائي وأجدادي وبحق العودة المقدس إلى دياري الأصلية، وأن أرفض بالسر والعلن كل البدائل. هذه المسيرة لها أهمية خاصة، لأن ما تقوم به إسرائيل هو بشكل دائم محاولة على محو الذاكرة ومحاولة على سلخنا عن أبناء شعبنا وعن حقوقنا الوطنية. دولة كاملة بمؤسساتها وبوزاراتها تعمل على محونا، ونحن بدورنا من خلال هذه الفعاليات اللامنهجية نفعل عكس ذلك. على الوادي وتقول يا مرحبا